قريب من الاهرامات وكده، وتبقى انت طول ما انت ماشي شايف الاهرامات وشايف اهرامات السقارة وكده. الفكره بقى في ان انت، فكرة طول ما انت ماشي هنا، احساس كده بالراحه والحياه، ان الزرع والخضره والحاجات الجميله دي بتخلي البني ادم كده يحس ان هو مستريح نفسيا، وبتحيي الحاجات الميته فيه. لان الواحد طول ما هو بيتعامل كل يوم موقف يزعله، بيموت جواك حاجه. حد بيموت انت جواك حاجه، تفارق حد بيموت جواك حاجه. كل يوم وكل موقف وكل زعل وكل ضغطه في حياتك واي حاجه بتموت جواك حاجات. فسبحان الله ربنا خلق حاجات كده بتحيي فينا، لما مجرد بس انت في وسطها، في وسط الطبيعه، انت بتحس كده بالحياه لما تاخد نفس. اه، تحس بالحياه وتحس ان انت عايش. فالاماكن زي كده بقى متجلي فيها اسم ربنا الحي. حي يعني انت طول ما انت ماشي في المكان تحس بالحياه، وتحس ان انت بالوجود، وتحس باللحظه، وتحس ان انت عايش كده. ف مهما كنت مكتئب، مهما كنت حزين، مهما كنت زعلان، مهما كنت مطفي، روح مكان طبيعي هتنور تاني، هتنور والله. الله الله، ايه الجمال ده.